السلام عليكم ونهاركم مبروك. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم كلها مزيانه؟ هاد النهار غادي نحضر واحد جوج صلصات اللي كيجيو زوينين، والاهم داكشي اننا كنحضروهم في الديور ديالنا وكنعرفوا شنو كنديروا فيهم. الصلصه الاولى الصلصه ديال الفلفله الحمراء، البديل ديال البابريكا. اما الصلصه الثانيه هي صلصه الطماطم اللي كنصايبوها في الدار ديالنا، البديل ديال الصلصه المعلبه اللي كنشريوها، اللي كلها مواد حافظه وماشي صحيه. من الاحسن ان نصايبو كلشي في الديور ديالنا. في المقادير ديال لاصوص ديال الفلفله الحمراء كنحتاجو، عندي هنايا 1 كيلو ونص ديال الفلفله الحمراء اللي غسلتها مزيان. عندي 1 معلقه كبيره ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الملحه. عندي هنايا واحد الكميه ديال العود ديال المعكنوس. عندي واحد البصله اللي مقطعه هكا طويل. عندي واحد الراس ديال الثومه، وعندي كاس ديال زيت الزيتون، ونص كاس ديال الزيت النباتيه. هادو هما المقادير ديالي. غادي ناخد هاد الفلفله غادي نشويها في الفران، يمكن لكم تشويوها في الشوايه. اما بالنسبه للعود ديال المعكنوس والبصله والثومه والقزبر حبوب الفلفل الاسود والملحه، غادي نقليهم مزيان في الزيت النباتيه. من بعد ما شويت الفلفله ونقيتها كما كتشوفوا راني منقياها، وداك الماء اللي كتطلقوا داك الفلفله حتى هو كنحتفظ به. كما كتشوفوا ها هي الثومه والبصله وكل شيء مقلي مزيان. غادي نطحن الكل مع بعضهم في مونينيكس. الا العواد ديال المعكنوس صافي ما بقيناش محتاجينهم، لحقاش صافي يطلقوا لنا ديك النكهه ديالهم في الزيت اللي قلينا فيها البصله والثومه. غادي نضيف غير داك البصله مع الحبوب ديال المعكنوس والثومه، وغادي نزيد نصف كاس ديال زيت الزيتون. اما الباقي غنحتفظ فيه، غادي ندهن به داك القرعه ديال الدجاج اللي غادي نضيف فيه هاد لاصوص. من بعد غادي نطحن مزيان هاد الفلفله والثومه والبصله. اما بالنسبه للمقادير ديال لاصوص ديال الطماطم، عندي هنايا واحد 3 كيلو ديال الطماطم اللي درت لهم هكا واحد الفتيحات بالموس من الفوق. عندي واحد الراس ديال الثومه مكمول. غادي هما عندي مغطين بالماء، غادي نسلقهم واحد المده ديال 5 دقائق. من بعد غادي نطحنهم مزيان في مونينيكس بلا قشره، غادي نحيد لهم داك القشره وغادي نطحنهم مزيان. غادي نزيد عليهم واحد ربع ديال الكاس ديال زيت الزيتون، يمكن لكم تضيفوا الزيت النباتيه، وواحد معلقه صغيره ديال الكمون، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكر، باش تجينا شي شويه حلوه ما تجيناش حامضه. وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نخليهم يطيبوا واحد المده ديال ربع ساعه هكا حتى يتقنى الخليط ديال صلصه الطماطم. الا بغيتو صلصه الطماطم تجيكم حمراء بزاف بحال هذيك اللي كتباع، يمكن لكم تضيفوا الملون. اما انا غادي نكتفي غير بالحموريه ديال العاديه ديال الطماطم. وغادي نخليها تبرد شويه وغادي نعاود نطحنها بمونينيكس. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الصلصات ديالي. الصلصه هذه هي الصلصه ديال الفلفله. يمكن لنا نديروها في الشرمولات ديال الحوت ديال الدجاج ديال اللحم، اي حاجه بغينا نخدموا فيها البابريكا يمكننا نضيفوا هذه الصلصه. كما كتعرفوا البابريكا ما عرفناش شنو كيضيفوا فيها. من الاحسن اننا نصايبوا شي حاجه في الدار ديالنا اللي كتكون نقيه. هاد القرعه دهنتها مزيان بزيت الزيتون، يمكن لكم تضيفوا الزيت النباتيه، وضفت عليها ديك الصلصه ديالي ومن الفوق غطيتها كذلك بالزيت الزيتون. اما بالنسبه ديال الصلصه الطماطم كذلك نفس الطريقه. دهنت مزيان القرعه بالزيت، وكذلك غطيت الصلصه ديالي من الفوق بزيت الزيتون. كما كتشوفوا هاد الصلصه ديال الطماطم ما كتجيش حمراء بحال اللي كتباع. كما سبق لي وقلت لكم يمكن لكم تضيفوا اللون الاحمر
غتجيكم حمراء بنفس الحموريه ديال الصلصه المعلبه. انا بالنسبه لي يعني نكتفي غير بالحموريه ديال الطماطم العاديه، كتجي زوينه. اما بالنسبه للمذاق نفس المذاق كتجي. وكيمكننا نستعملوها في اي حاجه بغينا نستعملو صلصه الطماطم كنستعملو هذه. والصراحه من الاحسن اننا نبقاو نصايبوا هذا الشيء في الديور ديالنا حاجات نقيه احسن من داكشي المعلب اللي ما كيكونش صحي نهائيا. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف لكم لحقاش كتشوفوا الفيديوهات ديالي وكتخليو لي ديك التعاليق ديالكم الزوينين. شكرا بزاف لكم، وكنرحب بكاع الناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، وكذلك الناس القدامين مرحبا بكم والف مرحبا. القناه ديالكم وبلا بكم راه مستحيل انني نطلع ومستحيل انني ننجح. شكرا بزاف لكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. بسلام عليكم.